بعد الهدف والطرد، لان الطرد جه بعد الهدف بعد الشوط الثاني. يا كابتن ما فضل في في حد آخر مساك قاعد المباراة. بره تاني؟ مفيش حد. عشان كده رجع عمرو موسى جنب المساك اللي هو بيلعب اسمه ايه؟ اللي هو دبش. واخد بالك؟ فانت حتى لما تبص كده مش هتلاقي حد، هتلاقي كله اللي قاعد نص ملعب وفيرود وديفندر. المصري بأدائه النهارده لو مقارنته بأداء اتحاد العاصمة في مباراة السوبر مين أفضل؟ لا احنا ما شفناش المساحات بتاعت النهارده دي في ماتش اتحاد العاصمه. لا التانيين كانوا واقفين ومقفلين صح ومركزين. خلي بالك المصري لغايه الدقيقه 44 كان واقف صح. وعشان كده النادي الاهلي يعني الخطوره اللي هي العاديه كورنر شوطه بتتشاط كفرقتين طيب. لا العاصمه لسبب أفضل؟ لا وقفتهم صح. وكل لما الوقت يعدي خلوك اضطريت ان انت تعمل الكرات الطويله اللي هي في صالحهم مش في صالح لعيبه النادي الاهلي. مع التغييرات السيئه اللي حصلت مع كان يقدر علي ماهر انه يشارك بنفس الطريقه النهارده؟ لا هو ولا علي كان ماهر تفكيره مختلف؟ علي بص، علي ماهر لعيبته النهارده انا بكلمك بقى وانا من وجهه نظري لا مش بعته في الماتش ده. اللعيبه اللي هو حاطط امال عليها يعني هي ميدو حاطط امال ان هو قصدك يكسب الاهلي. يكسب. ما هو بص، ما هو عمل هجمه. ما انا بقول لك اللعيبه دي اللي هي المفروض يعني لو هو طب ليه ما تقولش إن قصدك لو هو كان شاحنهم لاعب زاد عن بنفس اللزوم السيستم كده؟ مثلا اتحاد العاصمه في عمليه الدفاع هيخسر برضه. كان هيخسر برضه لسبب لان مش انت حالته. لا النادي الاهلي جاي يكسب النهارده عافيه في زور. انت عارف امتى ممكن نقول لك يكسب؟ لو كان الاهلي كسب البطوله بتاعت الماتش اللي فات. لان انت رايح الماتش اللي فات انت وكل جماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته والناس اللي هي يعني متعاطفه مع النادي كله كان عارف الاهلي هيكسب. كله. انت اتفاجئت واتصدمت ان انت بتلاعب فرقه واقفه صح. طيب هنا بقى فين تدخلات المدير الفني؟ انا ملعب اولا هم كانوا طوال، ثانيا ان هم بيعملوا الضغط كويس والتحاماتهم جامده. خلي بالك ودي طبعا شمال افريقيا كله بيتميز بالكلام ده. فانت لما بتديهم الفرصه في الالتحامات دي وما عملتش زيهم النهارده الاهلي عمل العكس. لا ده الاهلي الفرقه بتاعت النادي المصري واقع خالص ضايع يعني ما عملش الكلام ده يعني. انا بقول لك انت شفت الشناوي؟ لا انا ما شفتوش. ولا الماتش اللي فات شفته بس غير في ضربه الجزاء. بس انا ما شفتوش عشان انا النادي الاهلي ضغط على النادي المصري والنبي مش عايزين بس الكلام ده. لا طب ما انت ضغطت. طب انت ضغطت الماتش اللي فات؟ هو مش ده اللي حصل؟ لا استنى بس عشان ما تقعدش بقى. لا كابتن الماتش كابتن رضا الماتش اللي فات وانت كنت مسيطر يا على الماتش يا حبيبي. ما انت مسيطر عشان التانيين واقفين لك زون ديفنس صح. طيب ماشي هم سايبينك تمسك الكرة وتلعب واعمل اللي انت عايزه. تمام. انت بقى كام واحده جت في العارضه؟ كام واحده جنب العارضه؟ كام واحده الجون طلعها؟ عكس النهارده قصدي. عكس النهارده فرقه سهله. المصري النهارده بصراحه اللعيبه دي انا لو من علي ماهر لازم اعمل صفقات ايه؟ لازم العب الولاد الصغيرين كلهم. يعني برضه هرجع للسؤال، اتحاد العاصمه اقوى ولا النادي في المصري؟ وقفته بس لكن كتيم في وقفته لا قليل وفنيات. قليل عادي قليل. بس انت لما تكون في حالتك، لما تكون انت كمدير فني عامل تشكيل كويس واخد بالك ما ظلمتش حد واخد بالك هتكسب مستريح. انا قلت لك ساعتها لو قعدت لبكره احنا كنا جينا كان الماتش امبارح واحنا جينا قلت لك لو قعدت كمان لبكره ما كنتش هجيب جون. لان انت رايح كسبان، انت محسس اللعيبه ان انت كسبان المباراه. فاللعيبه بتلعب ان انا كسبان، دخل فيها جون برضه ما فيش مشكله. الوقت عمال يعدي وما فيش مشكله هجيب جول في اي وقت. يا راجل ده النادي الاهلي 10 دقائق اول مره في التاريخ. ده انت ال10 دقائق دول او ال3 دقائق او ال6 دقائق اللي كانت الحكم بيرفعهم بتلاقي اهلي جديد غير الاهلي اللي كان بيلعب في وقت قصير صح واخد بالك. فانت ما حسيتش بيها. فانت طالما ما حسيتش بيها يبقى انت مش هتكسب واخد بالك. وده بقول لك مدير فني لعيبه جماهير برضه. لان كل اللي ان شاء الله البطوله ده انا قلت لك امام عاشور داخل على الباص وقال لك ايه؟ انا راح اجيب اول بطوله وارجع. مش دي على صفحته ولا دي مش صفحته؟ صح ولا غلط؟ فانت الثقه الزياده هي اللي خسرت ماتش الاهلي. انما هتيجي تقول لي ان الفرقه الثانيه اقوى لما جاب الجون وبدات تركز اكتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الف مبروك النهارده للنادي الاهلي، بدايه قويه في الدوري المصري.
عمل مباراة كبيرة جدا من أول لحظة لآخر لحظة. بدأ ضاغط بقوة على النادي المصري لغاية ما قدر يحط 4 أهداف جمال، وساعده في ده في الشوط الثاني الطرد اللي حصل اللاعب المصري باهر المحمدي، ففتح الملعب أكتر علي ماهر، بقت عنده مساحات كبيرة سهلت المهمة على النادي الأهلي. طبعا بالنسبة لعم رضا عبد العال فرق كبير قوي بين ماتش السوبر والماتش دوت، لأن ماتش السوبر كان عندك حكم متحامل عليك من بداية المباراة لغاية آخرها، كل الفوارق كان بيحسبها لهم، والحاجة اللي ليك ما كانش بيحسبها. فلو كان هدف كهربا اتحسب ولا ضربة الجزاء بتاعت كهربا اتحسبت، كان بقى فريق اتحاد العاصمة نفس أداء المصري يا عم رضا. ما تفكرش إن في فروقات كبيرة بين اتحاد العاصمة والنادي المصري. الفروقات ما هياش كبيرة زي ما أنت بتقول التاني واقف صح أو غلط، لا، هي كانت ظروف المباراة مع تحيز الحكم هي اللي ساعدت فريق اتحاد العاصمة إنه يقف الوقفة الصحيحة دي. لكن الأهلي كان بادئ ضاغط برضه على اتحاد العاصمة، لولا الحكم كان زمان الماتش فتح زي ما ماتش المصري فتح. هو أول ما بيجيب الأهلي جون الفرقة اللي قصاده تبدأ تفك ويبدأ المساحات تظهر في خط ظهرها، وده اللي ما حصلش في ماتش اتحاد العاصمة. ده الفرق بين الاتنين يا عم رضا. كنت أهلاوي أصيل، بدون لايك واشتراك، وألف مبروك للنادي الأهلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.